السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين يا شباب واخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وفي أحسن حال. أنا عبد الله مصطفى. إن شاء الله بإذن الله الفترة الجاية ديت هنعمل مع بعض سلسلة هنتكلم فيها عن الشخصيات دي مش في العالم بتاعنا، مش وسابونا ربنا يرحمهم، بس سابولنا أثر. الأثر دوت لازم نفكر فيه ولازم ناخد منه حاجات تنفعنا تخلينا نوصل بيها لأبعد مما نتخيل. هندردش مع بعض ونتكلم في السلسلة دي، وعايزكم تقولوا لي ايه أكتر الشخصيات اللي حابين إن احنا نتكلم عنها. تخيل معايا كده تصحى في يوم مش قادر تتحرك ولا تقوم من مكانك ولا حتى تتقلب وتغير وضعك. في اللحظة دي بتفتكر إن حياتك خلصت؟ الدكتور إبراهيم الفقي كان ممكن يكون مجرد رقم في قصة حزينة، بس قرر يكون علامة ما بتتمسحش. قبل ما الناس تعرف اسم إبراهيم الفقي، قبل ما يكون دكتور تنمية بشرية، قبل المحاضرات والكتب والتسفيق، كان مجرد إنسان عادي جدا، شاب مصري شغوف بالرياضة، بيحب الحياة جدا وزي أي شاب بيجري ورا أحلامه. لكن في لحظة كل ده اتغير واتقلب. حادثة وكل حاجة اتغيرت فجأة. للأسف جاله شلل رباعي، يعني مفيش حركة ومفيش استقلالية ولا سيطرة على الجسم. يعني باختصار من شخص نشيط جدا لشخص تاني محتاج مساعدة في أبسط تفاصيل حياته. قبلها كان جسم قوي ومستقبل مفتوح قدامه، بعدها كرسي متحرك ومستقبل مجهول، والفرق بينهم هو القرار. طيب خلينا نتعمق أكتر ونخش على اللحظات الملهمة في حياة الدكتور إبراهيم الفقي. أول حاجة بداية الألم. تخيل كده معايا بإحساسك إن أنت معاك جسم بيدي وظائف كتيرة قوي، بس أنت مش صاحب القرار فيه. في اللحظة دي ناس كتير جدا بتنهار، بتقع، وكتير بيغضبوا وبيستسلموا. لكن الدكتور إبراهيم الفقي البطل عمل حاجة مختلفة جدا، وهو إنه ما سألش نفسه ليه أنا، سأل نفسه إيه اللي فاضل في عمري. سافر كندا وتعلم لغة جديدة، ثقافة جديدة، وللأسف معهوش فلوس ولا صحة. وفي الأوقات دي اشتغل في غسيل الصحون والأطباق، شغل بسيط كده، تعب يومي. بس كان في حاجة واحدة بس ما اتكسرتش، وهي عقله. الجزئية التانية اللي محتاجين نركز عليها ايه المشاكل اللي واجهها دكتور إبراهيم الفقي. خلينا نكون صراحة مع بعض، المشكلة ما كانتش في الكرسي اللي قاعد عليه، المشكلة كانت في نظرة الناس اللي بتبص عليه. الشفقة، الإحساس إن أنت دايما عبء على اللي حواليك، والوحدة، وأصعبهم الصوت اللي كان جوه أي حد في الموقف ده ويقول لك خلاص. والصوت ده ممكن يكسب مع ناس تانية كتير، مش الدكتور إبراهيم الفقي. هنا الدكتور إبراهيم واجه اللي جواه وما استسلمش لده، وقرر إن هو مش هيسمع الصوت ده. ننتقل للمرحلة التانية، وهي مرحلة القرار في حياة الدكتور إبراهيم الفقي. لحظة التحول في وقت ما مش مكتوب في كتاب ولا متسجل في فيديو. إبراهيم الفقي خد قرار مهم جدا، قال لنفسه أنا مش هبقى ضحية، أنا هبقى رسالة، ومش هستنى إن ظروفي تتحسن ولا حتى لما المعجزة تحصل. حالا دلوقتي بدأ واحدة واحدة إنه يتعلم. دخل في تعلم البرمجة اللغوية العصبية وعلم النفس والتواصل، وكان بيتعلم أكتر من اللي قادر عليه جسديا بسبب عقله. كان بيشتغل 24 ساعة. طب ما تخلينا نعرف إزاي الدكتور إبراهيم الفقي صنع بصمته. الدكتور إبراهيم الفقي مغيرش نفسه بس، غير ملايين من الناس. ناس كانت فاقدة أمل ومكتئبة ومستسلمة. الناس اتفاجئت ولقت شخص قدامها مش بيتكلم من منبر عالي ولا من نجاح اتحقق في يومين وثلاثة، بالعكس ده بيتكلم من كرسي متحرك، بس عقله واقف. ألف كتب كتيرة قوي وعمل محاضرات كتيرة جدا مع الناس، وبكلام بسيط جدا مع الناس قدر يوصل لهم عشان الكلام طالع من تجربة حقيقية. عشان كده أثرت في كل حد يسمعها وما زالت مستمرة معانا لحد دلوقتي. طب ايه الحقيقة اللي لازم تتقال في حق الدكتور إبراهيم الفقي؟ خليني اقول لك حاجة كده بصراحة، قوة الدكتور إبراهيم الفقي مش في الإيجابية، القوة عنده في ان هو رفض يعيش دور الضحية. إيجابيته دي كانت نتيجة مش سبب. طيب بعد الكلام اللي اتكلمناه ده، ايه الدروس المستفادة من قصة حد زي الدكتور إبراهيم الفقي؟ أول درس، مش لازم انت تكون كامل وعندك حاجات كتير عشان خاطر تبدأ. ودايما في حلقاتي بتكلم بخصوص النقطة دي، ان انت ممكن تبدأ من أقل حاجة عندك. الدكتور إبراهيم الفقي بدأ وهو مكسور. الدرس التاني، الظروف عمرها ما كانت العذر الحقيقي لأنك توصل لأي حاجة. العذر الحقيقي دايما هتلاقيه جواك. أما الدرس التالت، البصمة الحقيقية مش انت معاك ايه ولا بتملك ايه، البصمة الحقيقية في ايه اللي بتسيبه مع الناس. خلينا ندردش مع بعض شوية. يمكن انت بعد الشر عنك مش على كرسي متحرك، بس ممكن تكون محبوس جوه خوف معين، او علاقة، او ماضي عديت منه، او حتى انك تشك في نفسك. بص، سيبك من المقارنة. السؤال الحقيقي اللي هسأله لك
هو انت مستني ايه؟ زي ما اتكلمنا النهارده، الدكتور ابراهيم الفقي توفاه الله ربنا يرحمه، بس الاثر بتاعه ما زلنا حتى يومنا هذا لسه بيتذكر اسمه وبيتشال على الراس، لان في فرق بين شخص عاش حياته وخلاص حياته انتهت، وشخص تاني ساب علامة مهما عدى من زمن بتفضل تتذكر. والسؤال اللي دايما بسأله مش هو عمل ايه، انت هتعمل ايه، اللي هو انا يعني. لو القصة دي لمستك اكتب لي في الكومنتات ايه اكتر حاجة موقفاك دلوقتي، ولو حابب ان احنا نكمل السلسلة دي اكتب لي في الكومنتات، وايه الشخصية اللي تحب ان انا اتكلم عنها. متنساش اللايك وسبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد بنعمله. اشوفكم على خير، سلام.